بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نتوكل على الله ونبدأ في الجزئية اللي على الدور في شرح مديول الكارديو فاسكولار سيستم. إن شاء الله عندنا حصة النهاردة. والله أنا شايف عارف في الكتاب اسمه الكاردياك أوتبوت. إحنا حتى تقريبا في الحصة اللي فاتت اديناكم زي نبذة عن الموضوع ده وقلنا تمهيد للموضوع من الحصة اللي فاتت، وإن شاء الله قلنا هنشرح بشكل تفصيلي شوية الحصة ديت. ده ان شاء الله جه الميعاد والموضوع عندنا النهارده نشرح حاجه اسمها كاردياك اوتبوت. في البدايه اول نشوف مثلا ايه تعريف الكاردياك اوتبوت او نشوف حتى الترجمه الحرفيه بتاعته. الكاردياك اوتبوت يعني نتاج او انتاجيه، وكاردياك يعني قلبي. فالكاردياك اوتبوت هو عباره عن حاجه اسمها نتاج القلب. يقصد ايه بنتاج القلب ده؟ والله بسيطه خالص، زي ما احنا متفقين ان القلب فوق على مدار العشر حصص اللي فاتوا او الحصه اللي فاتت كلها اتفقنا ان القلب ده هو عباره عن ايه؟ القلب ده هو اللي عباره عن حاجه اسمها مضخه بتقوم بدفع الدم الى كل اجزاء الجسم. طب جميل، مش المضخه دي بتقوم بدفع المضخه ديت مش ليها قوه معينه وبتقوم بدفع الدم لاماكن للجسم كله؟ طب احنا عايزين نشوف المعدل خروج الدم من المضخه، او عايزين نشوف ايه؟ او عايزين المعدل القلب من خلاله بيبدا يزوق حجم الدم فيه. فعايزين مثلا نحاول نستنتج مع بعض تعريف الكاردياك اوتبوت. بنشوف ايه؟ قال لك والله هو عباره عن حاجه اسمها هو حجم الدم، هو حجم الدم اللي القلب بيضخه في وحده الزمن اللي هي 1 دقيقة. الموضوع شبه ايه يا شباب؟ او عارفين ان الموضوع بشكل اكتر؟ لا والله الموضوع كله زي باترون الميه. تخيل مثلا في الباترون بتاع عماره مثلا بيتكون من 10 ادوار، وفي الباترون بتاعها في موتور ميه. الموتور ده ما هو عباره عن ايه؟ ما هو عباره عن مضخه ميه. بيبدا يسحب الميه من المواسير اللي موجوده فيه. حتى لو حد فيكم مثلا بيفهم في الميكانيكا وكده يعرف ان الموتور الميه ما هو الا بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على فوق ضغط. بيسحب الدم فوق الضغط اللي موجود في المواسير مثلا اللي فاضيه. بيبدا يسحب الميه من المواسير المشبعه، ويبدا يدخلها جوه الموتور ويبدا يعيد ضخها ثاني العماره، الى شقق العماره دي كلها. نفس فكره القلب ببساطه، بيستقبل الدم من الفينات وبيعيد ضخها. احنا بس خلاص عايزين نشوف الحجم، عايزين نشوف الحجم بتاع حجم الميه اللي موتور الميه ده بيبدا يضخها في العماره ككل عامل ازاي بالنسبه للدقيقه الواحده. قبل ما نبدا نشرح الموضوع ده هفكركم بس بشويه مصطلحات خدناها على مدار شرح الدوره القلبيه. شرحنا مثلا مصطلح مهم جدا كنا مسمينه ايه؟ كنا مسمينه بالاند دايستوليك فوليوم. ماله انت فوليوم ده؟ مش هنعمل اي حاجه، ده الترجمه بتاعته بس انت دايستوليك، يعني نهايه انبساط، نهايه الانبساط. وشايف هنا فوليوم، اكيد فوليوم يعني حجم السائل اللي موجود في القلب، حجم الدم. معناه ايه؟ هو حجم الدم بعد نهايه الانبساط. يعني عايزين نشوف بقى التعريف بتاعه الاساسي. قال لك والله هو الحجم هو اقصى حجم دم، هو اقصى حجم دم يمتلئ به الفنتريكل. ليه بيمتلئ به الفنتريكل؟ قال لك قبل ان يقوم بالنهضة وقبل أن يقوم بالسيستول. ده اللي هو إيه يا شباب؟ ده اللي احنا كنا كل شوية بالمرحلة اللي اسمها رابid فيلينج فيس والرابid فيلينج فيس. مرحلة تانية اللي هي تقريبا المراحل رقم 7 و8. كنا بنقول فيها ايه؟ دي كانت المراحل اللي الفنتركل يبدا يعبي فيها دم، يبدا يملي المحتوى بتاع الفنتركل بالدم بتاعه. كتهيئا لايه؟ تهيئا بقى خلاص وصلنا للمرحله الثامنه، يبقى نعيد دوره جديده تهيئا للمرحله اللي على الدور اللي هي الايزيال سيستول وبدايه انقباضيه كامله ثانيه او بدايه نقطه ثانيه جديده. فالاند دايستوليك فوليوم ببساطه خالص هو حجم الدم، اقصى حجم الدم. الجدران بتاعت الفنتركل هي الجدران بتاعت الفنتركل زي اتفقنا انها عضو مطاطي وهنحتاجها بعدين الجزئيه ديت. الجدران بتاعت الفنتركل ديت هي وقوم مطاطيه. الجدران النبطيه دي تبدا او زي بالونه كده بنبدا نملاها بالهواء، بنبدا نملاها بالدم. البالونه دي لها سعه معينه للدم، لها حجم معين بالدم. اللي فوق الحجم ده لو مثلا لو قلنا عن الحجم ده اللي هيحصل، لو قلنا عن الحجم ده مش هتبقى مليانه، الفلتر ده هيبقى فاضي، ده مع انه هو مثلا عنده نزيف في الجسم او عنده قليل. طيب جميل.
ولو زاد عن الحجم ده، لو مثلا الدايستوليك فوليوم ده او الحجم ده ابتدى يزيد، اللي هيحصل ببساطه خالص بالطريقه اللي فكره مش هتبدا تساعد، بل العاده اللي المفروض فيها جامد اللي هيحصل هتنفجر او هتفرقع، او الالياف بتاعت الفنتركل بدل ما هي كانت متماسكه بدل ما كانت سطحيه، تبدا اللي هيحصل تبدا الشباب تتهدم، الالياف تتهدم لحد ما يوصل ان الفنتركل ما يبقاش يقوم بالوظيفه بتاعته، والالياف نفسها تفقد خصائصها في الانقباض والانبساط، وده بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى هارت فيلير. فبالتالي نفس الخاص بيساوي كام؟ ده بيساوي 130 ملي لتر. فوصلنا لغايه الدايستوليك فوليوم، نبدا ننتهي الرسمه ديت الاند دايستوليك فوليوم، اقصى حجم دم القلب يقدر يملاه، وصلنا لحد كام؟ وصلنا لحد 130 ملي لتر. جميل. ده بالنسبه للتعريف الاولاني. الكلمه برضه شايف في الحصه اللي فاتت عن او في الموديول بتاع الحصه اللي فاتت عن تعريف تاني اللي هو ايه؟ اللي هو عن حاجه اسمها اند سيستوليك فوليوم. وكالعاده ما بنضيفش كلام من عندنا، امال بنعمل ايه؟ خلاص بنبدا نترجم. هو حجم الدم هو حجم بعد انقباض. يعني ايه حجم بعد انقباض؟ هو الحجم المتبقي بعد انتهاء end systolic volume، يعني بعد الانتهاء من الانقباض. هو حجم الدم المتبقي في الفنتريكل بعد الانتهاء من الانقباض. هو الفنتريكل كان في شويه دم هو في الانبساط، ابتدى يعمل انقباض. هل الفنتريكل ما بيدفعش الدم كله الى كل اجزاء الجسم او الى الاورطه؟ هل بيفضل في شويه دم احتياطي؟ بالظبط كده، بيفضل في كام؟ هنعرف بعدين هو بيبقى في كام ملي لتر تقريبا، هيبقى في تقريبا 60 ملي لتر. هو عباره عن حاجه اسمها ايه؟ قال لك والله هو حجم الدم المتبقي في الفنتريكل بعد نهاية الانقباض. جميل. هل من الرقمين دول ما اقدرش اطلع رقم جديد؟ دلوقتي حضرتك تقول لي الفنتريكل هو زي خزان بنزين او خزان وقود. الفول تانك بتاعه، الفول تانك او لما تروح مثلا تمون من عند اي بنزينه، يقول لك اقصى قيمه ممكنه هي كام؟ هي 130 لتر. فوق لو زودنا عن القيمه دي اللي هيحصل، خلاص التانك بتاعه ليه حجم معين، ليه سعه معينه. لو زودت عنها الدم هيقع، يعني او البنزين هيبدا يطلع بره العربيه. جميل. وعرفنا انها 130 لتر، يبقى اقصى قيمه ده عباره عن حاجه اسمها سعه الخزان. سعه الخزان. جميل. ابتدى وصلنا لايه؟ وصلنا ان سعه الخزان ديت تبدا تتحرك العربيه، تبدا تتحرك وبالتالي طبعا بتستهلك بنزين. جميل. هنا ايه يا شباب؟ قال لك والله هي ابتدت تتحرك واستهلاك البنزين لحد ما ايه؟ لحد التوقف الخالص. التوقف الخالص ده هل سعه البنزين فيها كان صفر؟ قال لا، ده في حاجه اسمها بنزين احتياطي. بيبقى فيها كام بنزين احتياطي؟ قال لك والله قعدت تتحرك كتير واستهلاك البنزين لحد ما وقفت عند كام؟ لحد ما وقفت عند 60 مللي لتر جوه الخزان. وبعد 60 مللي لتر اللي هيحصل ده هيتوقف خالص، هيتوقف الحركه، هيتوقف الانقباضيه. مش انا ممكن استخدم العقل الموضوع ده؟ مش انا ممكن طب يعني مش انا ممكن اشوف لو عايز مثلا اشوف، مش انا عندي الحجم الكلي للزن بتاع القلب دوت، وعندي الحجم اللي بيتبقى لما الخزان ده لما العربيات بتشتغل او العربيات بتدور، والخزان ده بيبدا يتسحب منه كميات. فده معناه ايه؟ معناه ان انا ممكن استخرج ايه؟ انا ممكن استخرج حجم البنزين اللي استهلك اثناء الاداء بتاع القلب. هو الاداء بتاع القلب المنظم، يبقى انا ممكن استخرج ايه؟ انا ممكن استخرج حجم الدم اللي تم ضخه، اللي هو القلب اصلا اداه ميكانيكيه، الاداء بتاعها بيعتمد على الضخ او على دفع الدم الى كل اجزاء الجسم. ده اللي بنسميه ايه يا شباب؟ ده اللي بنسميه كاردياك اوتبوت. يبقى كده عرفنا في حاجه ثانيه اسمها ده اللي بنسميه ايه برضه يا شباب؟ ده اللي بنسميه حاجه اسمها الستروك فوليوم. يبقى لو طلعت انت ده الستروك فوليوم من الاند سيستوليك فوليوم بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي رقم جديد بتساوي حاجه اسمها الستروك فوليوم. ستروك فوليوم. ايه هي ترجمه الستروك فوليوم ديت؟ والله ده معناها حجم الدفع. ما هي ستروك دفع او ستروك ضربه او ضغطه واحده. ده بتساوي ايه؟ ده والله بيساوي الانت دايستوليك فوليوم ناقص الانت سيستوليك فوليوم. لو بتساوي كام؟ الرقمين دول من بعض يبقى 130 ناقص 60 بتساوي 70. وما تنسوش وحده القياس ملي لتر لكل
بير كل 100. يبقى عند كل نبضة القلب بيطلع كام؟ بيطلع 70 مللي لتر بلد الى كل الاجزاء بتاعت جسمك. طب انا مش ممكن من كده اقدر استخرج بدل انت عرفت ان في النبضه الواحده بيطلع 70 نبضه في الدقيقه، هو مش انا ممكن بالمنظر ده استخرج قانون جديد؟ مش احنا عارفين ان الهارت ريت او ان الهارت، هنقول بما ان الهارت ريت يساوي 70 نبضه في الدقيقه، وتقول بما ان القلب في النبضه الواحده بيطلع 70 مللي لتر في البلد، انا ممكن استخرج حاجه اسمها الكاردياك او التروت، اللي هو بتساوي ايه؟ اللي هو بتساوي الحجم بتاع الدم اللي بيتم في نبضه واحده للستروك فوليوم. نبدا نضربه في مين؟ نبدا نضربه في حاجه اسمها عدد النبضات بتاعت القلب، عدد نبضات كليه، اللي هو كما شايف اللي هو تقريبا 70 في 70 بتساوي 0 و0 49، يعني تشبه القياس ملي لتر بير مينيت. طبعا بير مينيت هنا القياس ده عباره عن حاجه اسمها ايه؟ ملي لتر، يعني اللي هو الوحده القياس بتاع الحجم. معناه ايه ده؟ هو مش ده معدل زمني، ده معدل الحجم الدم اللي بينتقل لكل اجزاء الجسم في الدقيقه الواحده. طب الرقم اللي بيفكرنا بحاجه شبه اللي هو 49 اللي هو تقريبا 50 ملي لتر، اللي بيفكرنا بحاجه اللي هو 5000 ملي لتر، مش بيفكرنا بحاجه يا شباب. مش لو حولناه للتر يبقى معناه 5 لتر بلد. يعني انت عايز ايه 5 لتر بلد ده؟ ده حجم الدم الكلي اللي موجود في جسمك او متوسط حجم الدم الكلي اللي موجود في جسمك. معناه ايه ده تقريبا؟ معناه ان كل دقيقه الضغطه بتاعت القلب ديت بتدور القلب كله، القلب بيدور لفه كامله اسمها اللي هي الدوره الدمويه الكبرى. الدوره الدمويه الكبرى القلب بتاعك بيلف لفه كامله دي كل دقيقه واحده. يعني كل دقيقه واحده 5 لتر يعني اللي موجودين جوه جسمك بيروحوا فين؟ دول بيلفوا دورة كاملة على كل أعضاء الجسم، ويرجعوا تاني للقلب بتاعك ده كله في خلال 1 مينيت. 5000 مللي. وصلنا لغايه ايه دلوقتي؟ وصلنا ان احنا جبنا قانون عام للكاردياك اوتبوت، اللي هو الكاردياك اوتبوت اللي احنا محتاجين بنحس اهوت. ايه تاني محتاجين نعرفه؟ والله بقول لك لو الكاردياك اوتبوت ديت دي حاجه اسمها فاريشن. يعني ايه فاريشن؟ قال لك يعني اختلافات يعني انت تذكر ان في بعض الحاجات ممكن تاثر لي في الكاردياك اوتبوت ده. طب هل الحاجات دي حاجه مرضيه يعني وهل ده مرض يعني يؤدي الى تغيير الكاردياك اوتبوت او تغيير حجم الدم الكلي اللي بيتم دفعه في الاوعيه والشرايين او في الالوري؟ اقول لك ممكن فعلا، بس اللي احنا بندرسه دلوقتي حاجه اسمها ايه؟ الفسيولوجيكال فاريشن، يعني حاجه موجوده بشكل طبيعي ممكن تبدا تغير لي في الكاردياك اوتبوت ده، كميه الدم اللي يتم ضخها في الدقيقه الواحده، ممكن تقل وممكن تزيد. انت بقى بتمسك كل حاجه من الحاجات دي مثلا انت بنحاول نفهم او نديك عنها فكره بسيطه جدا بيعمل تغيير في الكاردياك اوتبوت ده. نيجي مثلا لاول حاجه اللي هي كانت الاتش. حاجه مثلا زي الاتش دي يا شباب، تتخيلوا مثلا واحد مثلا عجوز عنده 60 سنه وثاني وشخص مثلا شباب عنده 20 سنه، هل تتخيلوا ان الكاردياك اوتبوت بيكون في حاله الراحه تساوي ولا مختلف؟ انت اصلا كاتبها فاريانت، يعني تقريبا المفروض يطلع مختلف. قال لك لا يا شباب، بالنسبه لشخص عجوز حجم الكاردياك اوتبوت نكتبها تاني اهو، الكاردياك اوتبوت لشخص مثلا شخص عنده 60 يير لو بتساوي كام؟ لو تقريبا بتساوي 5 لتر بير مينيت، اللي هو ايه؟ اللي هو تقريبا ده النورمال، ده اللي هو برضه بيساوي بالنسبه مثلا لشخص ادلت او بالنسبه لشخص شباب مثلا. طب لما انت تاخد في الفايرنت ليه كده من ضمن الاختلافات؟ طب فين الاختلاف في الموضوع؟ قال لك لا والله هو ده في حاله ايه؟ قال لك لازم جنبها ان ده في حاله الراحه. السؤال بقى اللي انتم محتاجين، اللي كنتوا عايزين تسالوه دلوقتي او اللي انتم محتاجين تسمعوه، هل لو شخص عنده 60 سنه بيتسابق مع شاب مثلا عنده 20 سنه في الشارع، انا ما قلتلكش في الراحه وما قلتلكش انه قاعد، هل لو بيتسابق مع، هل في الحاله دي الشاب والراجل العجوز دول هيساووا بعض او يكونوا متساويين مع بعض؟ طبعا يا شباب الشخص العجوز هتلاقي اللي بيحصل له، هتلاقي عنده غيرات معينه، نبضات القلب هتبقى منخفضه وبالتالي اداؤه في الاداء على طول هيبقى منخفض، مثلا رجله مش هيجري بسرعه، تنفسه نفسه مش هيبقى منخفض. فلو ايه يا شباب؟ قال لك والله بالنسبه للاتش، زياده الاتش معناها زياده الكاردياك اوتبوت اثناء اكسرسايز او اللي هو رننج مثلا، اللي هو اثناء الرننج. طب انت قلت لي الاكسرسايز مثلا بالنسبه لواحد شباب
بيعلي كاردياك اوتبوت مثلا الاداء بتاع القلب ده بيبدا يعلى، يوصل لغايه كام؟ قال لك والله ممكن لو نشاط مثلا متوسط ولا حاجه متوسط الشده، لو شخص مثلا القلب بتاعه بيعمل مثلا اكسرسايز متوسط، اكسرسايز متوسط، ممكن الكاردياك اوتبوت بتاعه يوصل لحد كام؟ والله ممكن يوصل لحد 30، ممكن يوصل لحد من 25 الى 30 بير مينيت. يعني ايه؟ ده النورمال بتاعك في اثناء الراحه بيوصل ل 5 لتر بير مينيت، عايز تفهمني ان الكاردياك اوتبوت في حالات بيوصل فيها ل 30 لتر بير مينيت، 30 لتر في الدقيقه، يعني تقريبا 6 اضعاف يعني الحجم الدم بتاعك اللي هو الدم بتاعك اللي هو 5 لتر في اثناء الدقيقه الواحده. المفروض الطبيعي اللي هو في اثناء الدقيقه الواحده بيلف مره واحده، انما انت لازم تعمل اللي هو في اثناء الدقيقه الواحده بيلف 6 مرات. ولا لا مش كده وبس، ده في بعض الحالات اللي هو مثلا لو شخص بروفيشنال او مجال شغله زي مثلا عمال محترف وكده، ممكن الكاردياك اوتبوت بتاعه الكاردياك اوتبوت يكون بيساوي يوصل لحد 50 لتر بير مينيت، يعني يوصل ان هو يعني في خلال الدقيقه الواحده القلب بتاعك لو عديت شبوب الموتور بتاعك بيعمل كام دوره؟ بيعمل تقريبا 10، يدور الحجم الدم بتاعك اللي هو 5 لتر 10 مرات في الجسم بتاعك كله، يلف اجزاء الجسم ويرجع تاني. متخيل سرعته عامله ازاي؟ متخيل سرعته؟ انت اكنك مثلا لو حد فيكم بيفهم في العربيات، اكنك بتقارن مثلا عربيه كيا عاليه او عربيه نفعها قليل بعربيه سباق مثلا زي فيراري وغيرها. ده بالنسبه لحاجه مثلا زي الايدج. نيجي مثلا لحاجه زي الاكسرسايز، ودي طبعا مش لسه متكلمين عليها مش هنطول فيها قوي. يعمل الاكسرسايز ببساطه خالص. الاكسرسايز ده ممكن اقول بيعبر عنه بالجهاز انهي، ده مش معناه ان هو مش اكسرسايز، ده ممكن اعبر عنه بالجهاز السمبثاوي، الجهاز السمبثاوي. وبيعمل ايه الجهاز السمبثاوي؟ لا ده الجهاز السمبثاوي لو انت عايز تتكلم عن الكاردياك اوتبوت ده، الكاردياك اوتبوت اللي هو بيساوي ستروك فوليوم والهارت ريت، لو الستروك فوليوم والهارت ريت، لا ده بس كده. لو احنا عايزين نزود الكاردياك اوتبوت، في نوصل ان احنا نزود الكاردياك اوتبوت لو زودنا الستروك فوليوم او زودنا الهارت ريت. جميل. احنا عارفين ان الجهاز السمبثاوي كان بيعمل ايه في الهارت ريت؟ بيعمل ايه في الريسبيرتي او الكونتراكتيليتي؟ ده كان بيزود لي الكونتراكتيليتي بتاع القلب، وبيزود لي حاجه اسمها الهارت ريت. طب وده كان بيعمل ايه؟ ببساطه خالص ده كان بيزود، لما بتزود الهارت ريت فبالتالي بيزود عدد النبضات في الدقيقه الواحده، وبالتالي يؤدي الى زياده حاجه اسمها الكاردياك اوتبوت. غير كده اثناء الاكسرسايز ايه اللي ممكن يحصل؟ ده والله بيبدا يؤدي الى افراز بعض الهرمونات. زي ايه الهرمونات؟ والله بيطلع حاجه اسمها ابنفرين. وطبعا الجنزير الثاني في الابنفرين كان بيعمل ايه؟ ده كان بيعمل صهيره، الارتباط بالمستقبلات وتحفيزه للنشاط السمبثاوي وشغله على قنوات الكالسيوم. فعرفنا من خلاله ان هو بيزود لي الهارت ريت وبيزود لي الكونتراكتيليتي، وبالتالي بيعمل ايه؟ وبالتالي يزود لي الكاردياك اوتبوت، وبرضه بيزود حاجه اسمها كالسيوم اوميجا 2 انبوت. ده بالنسبه للاكسرسايز، واظن بسيطه وسهله ومباشره. طب بالنسبه لحاجه زي الريسبيراتوري بتعمل ايه الريسبيراتوري ديت؟ قال لك والله احنا محتاجين نشوف الريسبيراتوري ده. هل الريسبيراتوري بتتكون من حاجه اسمها شهيق وزفير؟ عمليه الشهيق اللي بيتم فيها اللي هو تاخد نفسك، فبالتالي الرئه بتاعتك كانت فاضيه، انت خدت نفسك جوه الجسم، فبالتالي الرئه تبدا تتملي تاني، تبدا الرئه تتملي. يعني الرئه تتملي، الرئه لما تتملي ما ينفعش تضغط في الاعضاء، لازم يبقى فيها مساحه تتملي فيها، فبالتالي بيتم اللي بيحصل في الصدر بتاعك ده، لازم الصدر بتاعك يوسع علشان يبدا يتكيف مع الرئه الممتلئه بالهواء. فبالتالي بالنسبه مثلا لعمليه زي الشهيق، والله اثناء الشهيق ديت نشوف مثلا ديت ونتكلم عليها بعدين، ولكن والله اثناء الشهيق ده بيزود الحجم، بيزود حجم اللنج بيبدا يزيد. طب وده بيعمل ايه لما حجم اللنج بيبدا يزيد؟ وبيزيد ازاي؟ لازم حاجه في الصدر تتوسع له، فبيعمل ايه؟ والله يبقى عارفين عن حاجه اسمها حاجات حاجز. حاجات الحاجز ده بيبدا اثناء التنفس بيبدا يتحرك لفوق ولتحت. احنا محتاجين نوسع حجم الشيست علشان اللنج تاخد عشان تاخد راحتها، وهي سواء بتتوسع في ميلي لازم تاخد مساحتها. فايه اللي بيحصل؟ والله بالنسبه للدايفرام بينزل لاسفل، وبالتالي يؤدي الى ان الشيست حجمه يوسع. حجم الشيست يوسع. هو مش الشيست ده
عكسيه تتبع قانون بويل. فقال لك والله ده يؤدي الى تقليل البريشر. ده كله اثناء عمليه ايه؟ ده اثناء الشهيق يؤدي الى تقليل البريشر. طب والبريشر لما بيقل بيعمل ايه؟ نرجع تاني بقى لاثناء الدورات القلب لما قلنا البريشر لما بيقل ده بيعمل ايه؟ والله ده يؤدي الى حاجه اسمها ضغط سالب. والضغط السالب بقى او الضغط السالب ده بيكون لي قوه ايه؟ ده بيكون لي قوه لو عايزين باللغه العاميه مثلا شفط سالبيه. تبدا تعمل لي ايه قوه الشفط ديت؟ تبدا تسحب لي الريسبيراتوري، الجهاز الريسبيراتوري يشتغل، تبدا تعمل لي ايه؟ تبدا تسحب لي كميه دم زياده، وبالتالي تؤدي الى زياده حجم البلد اللي رايح فيها، زياده حجم البلد اللي هيخش جواها، وبالتالي محتاجين القلب بيشتغل باقصى اداء ممكن، وبالتالي بنزود الكاردياك اوتبوت. بدل ما نعيد طبعا الجزئيه اللي محتاجها تاني يبدا يرجع الفيديو. ولكن لو عايزين بقى ناكد على الكلام ده نعمل ايه؟ حتى غير القوه السلبيه ديت تبدا تزود لي ضربات القلب، تزود لي سحب القلب ناحيتها، ده بتزود لي كمان سحب القلب لعضو معين او وريد معين ليه علاقه بالقلب، اللي هو الوريد اللي هو كان اسمه ايه؟ اللي هو كان اسمه الوريد الهوائي العلوي والوريد الهوائي السفلي. القوه السلبيه بتاعت الشيست بتوصل يعني الاورده دي اللي هو الوريد الهوائي العلوي والسفلي تؤدي الى سحب الدم جواها. ايه ده يعني؟ تقصد ان الدم هنا بدل ما كان تقريبا مال نصه مثلا مال نص الاوزان، انت عايز تقول لي ان هو هيزود كميه الدم اللي جوه الاوزان ده؟ طبعا انا لسه هاخدها لسه هاخدها دلوقتي، بس انا ممكن اقول لكم تعالى لانها ثبت قبل كده. ده بتزود لي القوه اللي احنا بنبدا بيها، القوه الابتدائيه، قوه البري لود، التحميله الابتدائيه، تحميله الدم الابتدائيه. زودت لي، عارفين الجدران بتاع الهارت كلها جدران مرنه، زودت لي حجم الدم اللي موجود في البدايه. مش ده يؤدي الى زياده الكونتراكتيليتي وزياده ضغط الدم من الفنتركل الاورطه؟ قال ممكن، قال بالظبط كده. حاجه ثانيه لو انتم مش محتاجين نخش في الجزئيه اللي مش انانيات او الجزئيه اللي لسه هناخدها دلوقتي، الستروك فوليوم او كارديك اوتبوت. مش كان بيساوي الستروك فوليوم في الهارت ريت؟ طب ما نشوف الستروك فوليوم ده قانونه ايه؟ مش الستروك فوليوم ده كان بيساوي الاند دايستوليك. اكتبها في مكان فاضي، كان بيساوي الاند دايستوليك فوليوم ناقص الاند سيستوليك فوليوم. يعني ببساطه ان انا محتاج ازود لي الكاردياك اوتبوت، يعني محتاج اخلي القيمه دي كلها تبقى زياده، محتاج ازود القيمه دي كلها اللي هي عمليه الطرح ديت. نقول مثلا لو كانت مثلا 3 ناقص 1، انا محتاج 3 ناقص 1 بيساوي كام؟ ده بيساوي 2. طب انا محتاج ازود القيمه ديت، مش انا ممكن ازود القيمه ديت مثلا تخليها 6 ناقص 1 5؟ فعشان ازود القيمه النهائيه ممكن ازود الاندستوريك فوليوم، او مش انا ممكن اقلل الاندستوريك فوليوم ديت، بدل ما كانت 3 ناقص 1 بتساوي 2 ممكن اخليها 3 ناقص 0 بتساوي 3، فبالتالي زودنا القيمه النهائيه. فاحنا عرفنا ليه الكلام اللي بتاع الابتدائي ده؟ انا بس كنت بحاول اقول لكم ان احنا محتاجين عشان نغير بقى في الكاردياك اوتبوت، مش بس ممكن نتحكم في الهارت ريت، ده احنا كمان ممكن نشتغل على الاندستوريك فوليوم والانسستوريك فوليوم. الاندستوريك فوليوم ممكن نزوده، الانسستوريك فوليوم ممكن نقلله. طيب بسيط. دلوقتي حاجه قلت لي في الريسبيراتوري بيعمل قوه ضغط سالبيه. الضغط السالب ده بيوصل لبعض الاورده زي الاورده الرئويه الاربعه والوريد الاكوفاني العلوي والسفلي، وده بيزود قوه سالبيته او قوه سحبه او قوه الشفط للدم، فبالتالي يؤدي الى امتلاءه بالدم، وزي ما قلنا يؤدي الى التحميله الابتدائيه بالدم اللي هي الدايستوليك فوليوم، او التحميله الابتدائيه اللي تؤدي الى زياده ضغط الدم اثناء الانقباض، او التحميل الابتدائيه مثلا للفنتريكل الاول، ده يؤدي الى زياده حجم الدم داخل الفنتريكل اثناء الانقباض، وبالتالي يؤدي الى زياده قوه الانقباض. انت بس تشوف ايه اللي هيحصل مثلا اثناء الزفير. والله اثناء الزفير الرئه كانت واسعه واخده مساحه كبيره في الشيست، احنا دلوقتي عايزين نعمل زفير خروج الهواء. الرئه بدل ما كانت مليانه بالهواء اهوت محتاجين نفضيها، وبالتالي لما الرئه بتفضى الصدر مش محتاجين نكبر الحجم بتاعه، او محتاجين نقلل حجم الصدر لان الرئه خلاص ما بقتش محتاجه مساحه. فايه اللي بيحصل؟ حاجه اسمها الحاجز. الصدر هو موجود، الصدر ده منطقه الصدر اللي فوق، وديت الاعضاء اللي هي الاعضاء الداخليه. احنا محتاجين نقلل حجم الصدر. ايه اللي بيحصل؟ خلاص يبقى لو عايز تقلل المنطقه اللي فوق، الحاجز اللي يبدا يطلع لفوق علشان يقلل المنطقه. طب ايه اللي بيحصل لما الحجم يقل؟ الحجم يقل بالنسبه للزفير يؤدي الى زياده الضغط. طب وزياده الضغط يؤدي الى ايه؟ بدل ما كان في قوه سحب، لا انت مش قوه سحب، ده يبقى في قوه تصريف او قوه دفع. ده يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى ان الدم مش هيتجمع في الاوعيه الرئويه الاربعه دول، وبالتالي يؤدي الى
يؤدي الى نقص الاندوستريك فوليوم وبالتالي نقص الكاردياك اوتبوت. طيب نيجي للحاجه كده زي البوستشر، ايه تاثير البوستشر او المكان بتاع الجسم بتاعك على او وضعيه الجسم بتاعك على حاجه اسمها الكاردياك اوتبوت او معدل الريت بتاع القلب او الانتاج القلبي. قال لك والله ببساطه حاجه زي البوتشر اللي هو ايه؟ قال لك والله ببساطه انت عارف الاول ان البوتشر المقبله مثلا زي اثناء النوم مثلا النوم هيؤدي الى ايه؟ نقص في الكاردياك اوتبوت. لو ايه بالنسبه للبوتشر والله قالوا مثلا او عشان اشرح لكم الجزئيه دي يا شباب هقول لكم مثال بسيط. انت مثلا مش فاكر تكون مرات تكون مثلا نايم او مريح ظهرك مره وفجاه تقوم جاي واقف مره واحده، كان ايه اللي بيحصل لك وكنت بتحس بايه؟ انت لما بتكون نايم ومستريح وفجاه بتقوم مره واحده بتحس انك تقريبا دايخ او تحس انك هتقع من طولك او فقد الوعي. هتقع من طولك يعني ايه؟ او دايخ يعني ايه؟ يعني شويه معناه ان معدل الدم بيروح للمخ مثلا او الاعضاء العلويه ده بيقل. طيب ليه الدم بيروح للاعضاء؟ طب ليه في حاله ان الوقوف مثلا بعد الراحه يؤدي الى ان الدم بيروح للمخ بكميه قليله؟ اقول لك والله ببساطه مش محتاج اقول السؤال مش محتاج يعني انت واقف هو مين اللي بيشد دايما لاسفل؟ القوى اللي بتشد كل حاجه في الكون لاسفل، اللي بتشد كل حاجه في الكون لتحت كواكب مثلا او جاذبيه. والله بس قال لك والله بس ان تاثير الجاذبيه بيأثر كمان على ما هو القلب موجود في المنطقه فوق في الجزء العلوي من الجسم او في الابر بودي. اما بالنسبه للتوائم مثلا اللي بيحصل والله في مثلا عضلات موجوده في الرجلين تبدا لك والله بيضم الاورده اللي موجوده في الرجلين، الاورده اللي موجوده في الرجلين تبدا تسحب دم لاسفل الرجلين وده يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى ان كميه دم قليله بقت تروح الاورده الرئويه الاربعه، الاورده اللي هي تعتبر بوابه او مدخل للدم داخل القلب. طب وده بيعمل ايه؟ ده بيؤدي الى حاجه اسمها زي ما قلنا ده كله الاستروك فوليوم يقل وبالتالي الاستروك فوليوم يقل يؤدي الى ان الكاردياك اوتبوت يقل وبالتالي تحس باحساس الدوخه او تحس انك هتقع من طولك وكده. فبالتالي تاثير البوستشر قال لك والله اثناء الوقوف ده بيؤدي الى ايه؟ نقص الكاردياك اوتبوت بسبب ايه؟ بسبب والله ان اورده مثلا او ورده القدم تبدا تسحب الدم ومن مناطق مثلا زي اورده مثلا الرئويه مثلا فبالتالي الاند دايستوليك فوليوم اللي بيروح للهارت كميته بتقل من القانون الكاردياك اوتبوت يؤدي الى التغير وبالتالي وعرفنا من ده تاثيره ايه. ننتقل لحاجه ده مثلا زي الايتنج، ايه تاثير الايتنج على الكاردياك اوتبوت؟ عشان برضه اشرح لكم ايه تاثير الايتنج على الكاردياك اوتبوت. طب ما نتخيل سيناريو ان احنا واحد قاعدين بناكل اهو، اظن حاجه سيناريو معتادين جدا عليه مثلا وبيتكرر كتير. انت قاعد بتاكل اهو، انت مثلا صاحي من النوم فايق وعينك مركزه وخلاص بقى دخلت في المذاكره، فجاه لقيته مثلا داخلين عليك بالاكل وحطوا الاكل قدامك، انت طبعا قاعد مثلا بتذاكر لقيتهم كلهم بياكلوا فخايف يخلصوا الاكل مثلا وانت لسه ما اكلتش، فبتعمل ايه؟ بتسيب المذاكره على طول وتروح تاكل. السؤال دلوقتي ايه اول شعور بيجي لك مثلا اول ما بتاكل مثلا وتملى بطنك؟ اكلت كميه كبيره من الاكل مثلا وانت جعان في اول يوم، ايه اول شعور بيجي لك؟ بتحس بدوخه او بتحس بالامتلاء او بتحس انك ايه؟ بتحس بالنعاس. ليه بتحس بالنعاس؟ ده لان فعلا كميه الدم في جسمك قليله، كميه الدم مش قليله، كميه الدم بتبقى محدوده، الدم بتاعك لا هيروح للمخ لا هيروح لمين؟ لا هيروح للاعضاء اللي في جسمك. فاثناء الاكل او بعد الاكل انت خليت المفروض المعده تبقى عضو زي عضو كامل او عضو ساكن مؤقتا لحد ما يجي الدور بتاعها اللي هو دور الهضم. انت المفروض في اول يوم المخ صاحي وشغال، اول ما تروح مثلا تروح تاكل وجبه دسمه ولا حاجه فانت كده بتقول للمعده يشتغل باقصى قوه. يعني ايه يشتغل باقصى قوه؟ يعني ايه كميه دم بتبقى موجوده في الجسم بتاعك لازم المعده تسحبها وبالتالي يؤدي الى ايه؟ يؤدي ان بعد الاكل بالظبط انت بتحس ان خلاص هتنام ومش مركز تاني وتركيزك بيروح. فعشان كده يا شباب بننصحوا يعني كده انك ما تاكلش في اول يوم وما تاكلش كميات كبيره. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه. ده انت بقى الكلام ده بالنسبه لحاجه زي الايتنج مثلا. انا والله اثناء الايتنج بيخلي الجي اي تي سيستم يشتغل وبالتالي ده بيعمل لي ايه؟ والله ده بيخلي ان فبالتالي بيزود النيل بتاع البلد، بيزود النيل وبالتالي يؤدي الى زياده الكاردياك اوتبوت. الاثناء اللي عمل الجي اي تي احنا محتاجين كميه دم وبالتالي الدم بيشتغل، احنا
محتاجين نزود الكاردياك اوتبوت، مش مجرد نزود الكاردياك اوتبوت في الجسم كله، ده في المعده بالذات. وده بيعمل ايه؟ الجسم كله الدم محدود، فبالتالي الدم كله بيتجمع من جسمك وبيروح للمعده ديت. نرجع بقى للحاجه اللي احنا سيبناها، كانت ايه تقريبا لو حد كان فاكر معانا؟ دي كانت حاجه اسمها ايموشن او النفسيه او العاطفه او المشاعر. ايه تاثير المشاعر على حاجه اسمها الكاردياك اوتبوت؟ والله ببساطه لو المشاعر زي الستريس او السادنس والكده، ده يؤدي الى زياده الكاردياك اوتبوت. ليه ببساطه؟ اظن المشاعر دي معروف انها جهاز الليمبيك سيستم او اميجدالا، فبالتالي معروف انها بتبقى غالبا هتبقى هرمونات، زي ما بيقولوا هتبقى هرمونات. ايه تاثير الهرمونات؟ والله الهرمونات زي مثلا الكورتيزول، هرمون زي الادرينالين، الادرينالين ده معروف الدور بتاعه بيعمل ايه؟ بيزود ضربات القلب ويزود الهارت ريت. خش على القرآن على طول تعرف انه بيزود الكاردياك اوتبوت. او مش محتاجين الراجل ده كله. تخيل مثلا سيناريو انت مثلا داخل على امتحان مهم، مثلا في المحاضره مثلا بتدي محاضره مثلا قدام طارق مليان او عدد كبير من الناس، تحس بايه؟ بتحس بضربات قلبك كانك سامع ضربات قلبك. ليه ده بيحصل؟ والله لان الهرمونات زي الادرينالين والنورادرينالين مش بتفهم مواقف، مش عارفه انت داخل على موقف حلو ولا وحش، هي كل اللي عارفاه اول ما بتشتغل، اول ما في موقف يسلع وتطلع بتزود كل حاجه. وده كان بالنسبه لشرح بتاع الفسيولوجيكال فاريانت او التغيرات الطبيعيه اللي بتحصل وتؤدي الى تغيرات في الكاردياك اوتبوت سواء بزياده او بنقصان. جميل. ممكن برضه يا شباب نضيف حاجه جديده برضه، مش عايز اطول عليكم، بس هي ممكن نضيف حاجه جديده برضه اللي هي ايه؟ اللي هي مثلا الوقت مثلا فيسكوستي او حاله الدم. يعني ايه؟ والله مثلا شخص عنده ديهايدريشن، شخص عنده جفاف، ده يعني ده بيحصل له ايه؟ شخص عنده جفاف فبالتالي حجم الدم قليل، فده بيؤدي الى ايه؟ لما يكون حجم الدم قليل ده بيؤدي الى ان الاندوستريال فوليوم قليل او الدم داخل البطين قليل، وبالتالي ده بيؤدي الى ان الكاردياك اوتبوت قليل. بقى الشخص ده عنده فلويد زياده في الدم بتاعه او بيشرب سوائل كتير مثلا عصاير وكده، ده يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى حجم الدم بيكون زياده، وبالتالي يؤدي الى ان الكاردياك اوتبوت بيكون زياده. كده كفايه يا شباب بالنسبه للفسيولوجيكال فاريانت او التغيرات اللي بتتم في الكاردياك اوتبوت. نبدا نشوف الاول برضه ان الكاردياك اوتبوت ليه خاصيه جديده، هي ايه؟ هي خاصيه الريجوليشن. يعني ايه ريجوليشن؟ يعني تنظيم. هي منها برضه الفسيولوجيكال فاريانت بس ده تنظيم. شو يعني بشكل طبيعي بيتم تدخل الريجوليشن دي غالبا بتبقى حاجه مرضيه. يعني ايه ريجوليشن؟ والله قال لك ان الكاردياك اوتبوت ديت مش خاصيه جامده، مش خاصيه ثابته، دي خاصيه ممكن يحصل لها ريجوليشن، ممكن يحصل لها تنظيم. في نفس الكيفيه برضه سواء بالزياده او بالنقصان، علشان ننظم من القانون بتاع الكاردياك اوتبوت اللي كده كتير مش كده مثلا كاردياك اوتبوت بتساوي الهارت ريت في اندوستوريك فوليوم ناقص ان سيستوليك فوليوم. مين القانون اللي مش موجود قدامي؟ والله ببساطه خالص لو انت اكتب في الهارت ريت عشان اعمل ريجوليشن ده اعمل ريجوليشن للهارت ريت او اعمل ريجوليشن للاندوستوريك او اعمل ريجوليشن للانسيستوليك فوليوم. هذه اللي شايفينها انت بيقول لود افتر لود كونتراكتايل، ما هي الا ايه؟ والله ببساطه ما هي الا لفظ ثاني عايز يسموه لفظ ثاني او اختصارات تعبر عن العنصر الموجوده في القانون ده، الهارت ريت والاندوستوريك فوليوم والانسيستوليك فوليوم. يعني ايه تغيير في التغير اللي شايفينها هي كتنظيم؟ ده بيؤثر بشكل اساسي، بشكل اول بشكل اساسي في كل عنصر من العناصر دي، سواء الهارت ريت معدل ضربات القلب اللي موجوده، او في سواء او في الاندوستوريك فوليوم. الاندوستوريك فوليوم هو حجم الدم المتواجد في الفنتركل بعد امتلاؤه بالكامل بالبلط، او في الانسيستوليك فوليوم هو حجم المتواجد بعد ضخه او بعد عمل السيستول او بعد عمل الانقباض. نيجي مثلا لاول عنصر هو البريلود. في البدايه شباب محتاجين نعرف ايه هو البريلود ده؟ يعني ايه اللفظ ده اصلا؟ والله بس لازم نترجمه، يعني اغلب الالفاظ دي لو ترجمتها هتفهمها. بريلود يعني بري هو البدايه اللاتينيه تقريبا معناها قبل. لود يعني ايه يا شباب؟ لود في المعنى ده معناها شبه حموله، زي لو بتساوي كاربو، حموله او شحنه. معناها ايه يا شباب؟ تخيلوا معايا يا شباب والله عربيه طالعه، عربيه نقل طالعه هي وجايين نوديها في مكان، نقول ايه؟ قال والله بيبداوا الاول يحملوها بالحاجات اللي احنا محتاجين ننقلها في الحاله دي كانت بلاد، يبداوا يحملوها وبالتالي يبداوا ينقلوها. ده بالنسبه للمثال. يعني طيب انا محتاج دلوقتي حاجه، قلت اللود ده معناها الحموله الابتدائيه، اللود هي حموله ابتدائيه. طيب انا عايز اعرف ايه تاثير الحموله الابتدائيه على كاريك اوتبوت. زي ما عملنا في الفسيولوجيكال فاليوم، شفت تاثير كل حاجه، هنشوف تاثير كل حاجه من الحاجات دي على الكاريك اوتبوت. في البدايه بس نشوف الاول هي ايه الحموله دي. الحموله الابتدائيه بتبقى موجوده فين؟ والله اكيد الحموله الابتدائيه بتبقى موجوده في الفنتركل.
الدم اللي جاي لهم من الاتريا والفنتركل. الاثنين دول دي بنعتبرهم كبري لود. طيب وايه تاثيره على البري لود؟ اقول لك والله ببساطه نرجع لقانون درسناه قديم اسمه اسمه فرانك ستارلينج لو. نبدا اول حاجه اسمها فرانك، محتاجين ندرس فرانك ستارلينج لو، قانون فرانك ستارلينج. بيقول ايه القانون ده؟ اللي نحاول نسترجعه مع بعض. هو طبعا شرح مره، قال لك والله في الحدود الفسيولوجيه ظاهر تمدد الجدران بتاعه الفنتركل اثناء الانبساط، ده بيؤدي الى ايه؟ قال لك والله بيبقى يتناسب تناسبا طرديا مع قدره القلب على ضخ الدم. يعني تاني مقدار تمدد الجدران او الالياف بتاعه الفنتركل اثناء الانقباض يتناسب تناسبا طرديا مع قوه دفع القلب الى كل اجزاء الجسم او قوه ضخ القلب. ده معناه ايه؟ قال لك والله معناه ان الحاجه اللي احنا بنفسر القانون مقدار تمدد الالياف بتاعه القلب دي عباره عن ايه؟ والله عباره عن حاجه اسمها البريلود، والكونتراكتيل ده عباره عن حاجه اسمها كاردياك اوتبوت. ده معناه ان بزياده حجم حموله الدم في البدايه، ده بيساوي ايه؟ ده بيساوي زياده الكاردياك اوتبوت. ده طبعا القانون ما عملناش فيها حاجه. طب وده لو عايزين مثلا نبدا نشوف مثلا الاسباب، نحاول نستخرج مع بعض الاسباب. اقول لك والله زياده حموله الدم في البدايه او زياده حجم الفنتركل بيضغط، ده معناه زياده الدايستوليك فوليوم، زياده حجم الدم، قبل ما يقوم بشغله او قبل نقل الحموله. زي ما قلنا تخيل على موضوع العربيه ديت، الاندايستوليك فوليوم هو حجم الدم قبل ما العربيه تطلع. بنحمل الاول حموله ابتدائيه ولسه ما فيش انقباض، لسه العربيه ما طلعتش، بنسميها الاندايستوليك فوليوم. اندايستوليك فوليوم. ممكن قانون الاندايستوليك فوليوم بالنسبه للاسبوع بيعمل على الكاردياك اوتبوت فيها مشكله كده؟ لا مش مشاكل. طيب ننتقل للتقدير. موضوع الشبه ايه يا شباب؟ بص خلاص لو عايزين طبعا مصدق قلنا كتير، وطبعا قلنا كتير في الحصه اللي فاتت، وطبعا ده كتير اللي هو ايه؟ اللي هو الموضوع ده شبه ايه؟ ببساطه شبه حاجه اسمها القوس والسهم او النمله. ايه اللي بيحصل في القوس والسهم؟ ببص خلاص السهم موجود معايا اهوت وانا بحاول اشد الوتر بتاع القوس. لو شدته سنه صغيره السهم مش هيمشي، ممكن يقع تحت في الارض او يقع قدامك اهوت. طب انا لو عايزه قوه الدفع او قوه الضغط تنقل بقى نعمل ايه؟ يبص خالص امسك القوس اهوت وابدا اسحب السهم جامد، ناحيتك، زود الوتر. طبعا الوتر ده معناه الوتر ده بين قوسين احنا عارفين ان هو بيساوي ايه؟ لما نزود الشد على الوتر بنزود الطول بتاع الياف الفنتركل، بنزود الشد على الياف الفنتركل المرنه، بنشد بالسهم وده يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى زياده قوه الدم اللي طالع. هو نفسه مثال النمله. جميل. كاردياك بيؤدي الى تاثير على الكاردياك اوتبوت. طيب هو السؤال دلوقتي ما هي عوامل، ما هي اسباب ايه اللي ممكن يزود لي؟ احنا لو اتفقنا ان زياده الاند دايستوليك فوليوم اللي هي برضه بتساوي زياده البري لود. طب ممكن نقول سؤال مثلا ليه ممكن يؤدي الى زياده البري لود؟ ايه اللي ممكن يزود الدم المتواجد في الفنتركل كحموله ابتدائيه؟ ايه اللي ممكن يزود البضاعه اللي في العربيه اللي كانت موجوده؟ قال لك والله ببساطه زي ما قلنا في الحاجات ديت لما كنا بنتكلم تقريبا على، مش مكتوبه هنا، كانت تقريبا الفلويدتي بتاع الدم. والله ممكن يكون شخص مثلا زياده البلد فوليوم، شخص مثلا لسه شارب ميه كتير او شارب عصير كتير، حجم الدم عنده زياده، وبالتالي اصلا حجم الدم في كل جسمه زياده، ومنها اللي موجوده في الفنتركل. حجم زياده البلد فوليوم تؤدي الى زياده الاندوستوليك فوليوم. سبب ثاني من الاسباب يؤدي الى زياده الاندوستوليك فوليوم بقول لك والله ببساطه ممكن يكون عارفين الدم اللي هنا او الدم اللي هنا بيتم تجميعه عبر الفينات او بعمليه اسمها رجوع الدم بالفين اللي هي الفينوس ريتيرن الرجوع. فبالتالي زياده الفينوس ريتيرن دي بتؤدي الى زياده الكاردياك اوتبوت. تبع لنا قانون فرانك ستارلينج لو. لو عايزين نشوف مثلا سبب ثاني يؤدي الى زياده الاندوستوليك فوليوم او زياده حجم الدم اللي موجود في الفنتركل. والله ايه الدم اللي جاي له؟ مش الدم اللي كان موجود في الفنتركل ده كان جاي له من الاتريا. طب ما هو في ممكن لو قوه انقباض الاتريا زياده سنه، وكان مثلا هنا موجود فيه 50 بلاد سيل ريد بلاد سيل اللي ممكن يحصل. والله بدل ما كان بيطلع 20 ممكن يطلع 50 كلهم. لو ايه اللي حصل؟ لو السيستم ده قوته قويه، لو قوته زياده شويه. فالسبب الثالث قال لك والله ممكن يبقى سبب حاجه اسمها اتريال كيك. يعني ايه الاتريال كيك؟ الكيك يا شباب يعني ركله تقريبا.
ايه يقصد ايه بالاتريال طبعا ده طبعا تعبير مجازي او تشبيه. معناه ببساطه خالص ان القوه الاتريال نفسها بقى قوي شويه، فبالتالي بيبدا لما هو طبعا معروف الاتريال بيضخ في الفنتركل تقريبا 30% من حجم الدم. اللي بيحصل ان الاتريال بيبدا قوته تزيد شويه، وبالتالي بيزود الحجم اللي موجود في الفنتركل، وبالتالي بيزود الكاردياك اوتبوت، لان الدم لما بيزيد الخارج بيزيد، وده طبعا يكون فرانك ستارلينج جلو. حاجه ثانيه هل محتاج تقول لي حاجه ثانيه بالنسبه للبريلود؟ دلوقتي انت شبهت لي الموضوع ده كله او عبرت لي عن قانون حاجه اسمها فرانك ستارلينج جلو. هل في قانون ثاني بيشتغل جوه لا والله ممكن في قانون ثاني بيشتغل. ايه القانون الثاني اللي بيشتغل ده؟ لا والله في قانون ثاني بيشتغل اسمه لينز تنشن ريليشن. ايه اللينس تنشن ريليشن شيب دي يا شباب؟ ببساطه اللينس تنشن ريليشن شيب ده علاقه ما بين حجم او الحجم الضغط الواقع على الالياف العضليه بتاع الفنتريكل وبين الطول بتاع الالياف ديت. بتعبر عن علاقه هي ما بين دي القانون بتاع التنشن ريليشن ديت، وهي علاقه ببساطه خالص علاقه هنجيب علاقه ما بين اللينس او طول مين اللي موجود غير طول الالياف، لينس بتاع الالياف مع تنشن او قوه الانقباض. السؤال ايه علاقه اللينس اصلا بالتنشن؟ اللينس بتقول الالياف بقوه الانقباض العضليه، والسؤال برضه ليه قوه الانقباض دي بتكون بتختلف اصلا من مكان لمكان ثاني؟ ليه بتختلف من نقطه لنقطه ثانيه؟ قال لك والله ببساطه خالص زي قلنا في فرانك ستارلينج جلو، هو اللي حصل ان ده تقريبا ما اعرفش سرقها مثلا سرق القانون ده وسماه باسمه خلاص ببساطه. قال لك ان طول الالياف في الحدود الفسيولوجيه زي ما هو قال طول الالياف بيتناسب طرديا مع التنشن. كلما زاد طول الالياف هيزداد التنشن لحد يصل لقمه او قدره او درجه معينه ثم يقل. في كلام بيتقال غير الكلام اللي قاله فرانك ستارلينج اللي هو لا هو مش كلام اتقال. القانون طبعا في القانون ده مش ان هو هيسري على القلب بس، القانون ده هتلاقيه اصلا موجود في كل العضلات اللي موجوده، سواء عضلات مرتزعه سواء عضلات هيكليه سواء عضلات قلبيه. القانون ده موجود في كل العضلات، انما هو فرانك ستارلينج ده خده وطبقه على القلب وخصص عليه اسمه خلاص. ده المفروض بس عن فرانك عن اللينس تنشن ريليشن شيب ديت. قال لك لا والله ده بالنسبه لده احنا هيبدا يتعمق معاك شويه في بتاع الجزئيه دي. معناها ايه؟ قال لك والله يبدا يتعمق مش مجرد بس ان هو بيتعامل مع القلب كله كعضو، قال لك والله يبدا يتعمق في تشريح الميكروسكوب بتاعه. احنا عارفين ان العضلات الهيكليه او اي عضلات متحركه كان بيتكون من ايه؟ بيتكون من وحدات حركيه، وكان جزء تركيب مهم جدا في الوحده الحركيه كان اسمه ايه؟ ده كان اسمه ساركوميرز. ساركوميرز. ايه اللي مطلوب مننا نشرح في الساركوميرز؟ زي فئه الساركوميرز اصلا في البدايه. والله الساركوميرز يا شباب اللي هي كانت تقريبا شكلها بالمنظر ده. كان بيتكون من حاجه اسمها زد لاين وخطوط الاكتين الرفيع، وفي النص كلهم كان فيه خطوط سميكه كان اسمها ايه؟ كان اسمها خيوط المايوسين. كانت امتى لو حد كان فاكر امتى كان بيحصل انقباض او كان ايه ملخص الرسمه دي؟ والله لو قاعد على هوا عادي قال لك والله بص خلاص الانقباض بيحصل لو قرب من ده، لو ابتدى يمد خطوط معينه تيجي ناحيه الاكتين وبيشدوا ناحيه بعض. فايه اللي بيحصل لو حد كان فاكر الكلام اللي احنا قلناه زمان؟ قال لك والله لما الخيوط الميوسين تبدا تمد الاطراف بتاعتها هياخد الاكتين ويشدها، حاجه اسمها تنكشف مواقع الارتباط او تنكشف مواقع الاشتباك ما بين الاكتين والميوسين. هي كانت موجوده اصلا، هي ما كانتش تتكون تنكشف، يعني كانت موجوده عادي بس قوه الشد دي تظهرها ومنكشف في موقع الارتباط دي، حصل الارتباط بين الاكتين والميوسين وحصل انقباض العضلات. طيب ايه اللي محتاج تقول لي عن قال لك والله بالنسبه للساركوميرز ديت او بالنسبه للانقباض ده، قال لك والله ده هيبتدي يقسمها لثلاث انواع. يعني ايه ثلاث انواع ديت؟ قال لك والله هيبتدي يقسمها. ايه اللي هيحصل لو كانت نفرض ان ديت مثلا اللاين اهوت ودي قوه الاكتين وبينهم قوه الميوسين ودي زد اللاين اهوت. ايه اللي هيحصل لو قوه الانقباض في البدايه؟ ايه اللي هيحصل لو كانت الخيوط دي متباعده عن بعض؟ دي كانت حاله قال لك والله كانت ستريتش، ودي كانت حاله اسمها الستريتش. والحاله الثانيه ايه اللي هيحصل لو كانت الخيوط دي بالكاد متنافسه مش بالكاد متنافسه، يعني كانت في مواقع الارتباط بالظبط والمواقع كلها وحدث ارتباط ما بينهم، ودي الحاله الثانيه اسمها اوبتيمال يعني مثالي، الطول المثالي. وايه اللي هيحصل لو الخطوط ديت كانت
زياده، الكود الاكتين موجوده اهي والاكتين الثانيه موجوده اهي وبينهم الميوسين. اللي هيحصل لو الميوسين ابتدت تشد الكود ده على بعض لغايه ما ابتدت تتزحف في بعض انقلبت بكده اهوت. فايه اللي حصل؟ اللي هيحصل لو كانت شورتن، لو كانت شورتن لينز، لو الطول كان قصير. نبتدي بس نديكم فكره سريعه عن كل حاله من الحالات ديت. اللي هيحصل بقى الاوبتيمال لينز دي معناها ايه اصلا؟ والله معناها ان خطوط الميوسينيات موجوده وخطوط الاكتينيات موجوده، ابتدت اثناء لحظه الانقباض خطوط الميوسين ديت بتبدا تكون رايت، تبدا تتصل بخطوط الاكتين، واثناء الانقباض ده برضه اثناء دخول الكالسيوم بتنكشف مواقع معينه اسمها مواقع الارتباط او اسمها الكروس بريدجز، اسمها الجسور المتقاطعه. معناها الجسور المتقاطعه دي والله دي المواقع اللي بيتم فيها ارتباط الاكتين بالميوسين. ايه اللي بيتم في الحاله دي؟ ببساطه خالص اللي بيتم دخول خطوط الاكتين بالمناطق ديت وبيحصل اقصى انقباض ممكن بحيث ترتبط كل الاكتين بمواقع الارتباط. وده بيمثل عنه ايه؟ هو ده بيمثل عنه القمه، البيك بتاعت الجنريشن دي، البيك بتاعت النسبه دي. طب بالنسبه لحاجه اسمها شورت لينز، ايه اللي بيحصل في حاله شورت لينز؟ والله بس خالص احنا كنا محتاجين ان الكود الاكتين بس بالكاد تكون متنافسه كده، بالكاد يحصل تنافس بين الاكتين والميوسين، القوه بينهم بالكاد يحصل بالشكل ده. ايه اللي هيحصل بقى لو العضله مثلا اتجننت وابتدى طول العضله تقصر بشكل زياده، تقصر ولما العضلات تقصر وتتقلص الخيوط بتقترب من بعض بالمنظر ده. اللي هيحصل قوه الانقباض الكليه قال لك والله ده يؤدي الى نقص قوه الانقباض الكليه، يبقى الشورت لينز ديت تؤدي الى نقص قوه التنشن. احنا زي ما الفكره ده علاقه بين اللينز والتنشن، نقص قوه التنشن الكليه، نقص قوه الانقباض الكليه. ليه ده بيحصل؟ قال لك والله بيحصل ظاهره اسمها مقاطعه او تشتيت او تشويش، تشويش للمناطق الكروس بريدج ديت او مناطق الارتباط ديت. المفروض مناطق الارتباط كانت بتبقى موجوده عادي ولما الخطوط تبتدي تقرب منها تلمسها. ايه اللي بيحصل لما الخطوط كلها تبتدي تتزاحم مع بعض؟ ده لما يبدا في تزاحم يبقى في فوضى، الخطوط تخش في حاله فوضى بينها وبين نفسها، وبالتالي ما يعرفوش يرتبطوا ببعض. بالتالي قوه الانقباض ما بتتمش بالشكل المناسب. زي ده تشبيه له كشاب مثلا او مثال ليكم، الاوضه مثلا موجوده اهي وفيها مثلا 10 افراد، الاوضه كان 10 افراد وناس مستريحين وكل واحد بيقوم بوظيفته، مثلا لو عايز يحرك ايده ولا اي حاجه بيقوم بوظيفته عادي. ايه اللي حصل لو ال 10 افراد دول في نفس الاوضه ضفنا عليهم 100 عضو؟ ال 10 افراد دول قوتهم زي ما هم، يعني ولا ضعفهم ولا مثلا قوتهم زادت. امال اللي حصل؟ ده حصل لهم تشويش، حصل لهم يتسحبوا في بعض، قوتهم زي ما هي، بس لما يجي واحد يتحرك مثلا او يجي يعمل حاجه يخبط في الثاني او ما يعرفش ياخد راحته. او مثلا يعني مثلا مركبه، مثلا واحد محتاج يقدم بمركبه، قوته زي ما هو ورغم صحته، بس اللي بيحصل خلاص ان هو ما بقاش واخد راحته، محتاج ياخد مساحته علشان يشتغل. نفس الموضوع ده بالنسبه لحاجه اسمها شورت لينز. ليه مش عارف يشتغل الشورت لينز ده؟ مش عارف التنشن مع ان في انقباض، مع ان الخيوط قربت من بعض حصل انقباض. قال لك والله لان لما حصل شورت لينز ديت الخيوط ما بقتش تعرف تاخد راحتها، ما بقتش توصل لما تكتشف مناطق الالتصاق او مناطق الكروس بريدجز ديت. وده ينقل حاله ثانيه اسمها الاستريتش لينسز. الاستريتش بيحصل ايه في حاله الاستريتش ديت؟ لو حاله مثلا بعد الاستريتش ايه اللي بيحصل؟ الاستريتش المفروض الطول زاد، هو الاستريتش الطول زاد، يعني مثلا اقول 1 2 3 4 5 انت عمال تزود في الطول. نبدا بقى نشوف اللينس يوصل لفين مثلا هنا. ايه ده التنشن قل، يعني انا زودت طول العضله والتنشن بتاعي قل برضه. طب القانون كده في مشكله؟ قال لا، ما هو القانون اصلا او فرانك ستارلينج اللي سرقوا مثلا من القانون اللي هو تنشن ليس ريليشن شيب ده كان بيقول ايه؟ قال لك والله ده ضاف قيمته. قال ايه؟ قال لك في الحدود الفسيولوجيه اللي هو ايه؟ اللي هو في النورمال، بحيث الالياف نفسها تبدا تديها تاثير بس ما تمزقش الالياف. ايه اللي هيحصل في كده لو زودنا الاستريتش دي؟ لو زاد الاستريتش، لو زاد الاستريتش بدرجه كبيره ده بيؤدي الى ايه؟ يؤدي الى ان التنشن. ليه لو ما بتزود الاستريتش يؤدي الى نقص التنشن؟ انا والله ببساطه ده لان هي بالنسبه مثلا للسيركومير، الريسك السيركومير هي المفروض نفرض ان بالشكل ده يا شباب يدينا افضل اداء ممكن، افضل تنشن ممكن، ده البيك. ايه اللي حصل بقى في الموضوع ده؟ والله اللي حصل
العضله النطيقه لسه قريبه من بعض، العضله اللي وسعت من بعض، العضله اللي وسعت من بعض، ايه تاثير ده على اللي موجوده جواها؟ بتوسع من بعض وبالتالي بتتحول للشكل ده. ليه الشكل ده بيدينا قوه انقباض بسيطه؟ والله ببساطه خالص لو عندي تمرين تاني برضه هيوضح معاكم الموضوع كله زي بدايه شد الحبل. انت عشان تشد الحبل مثلا تديك باقصى قوه ممكنه محتاج تمسكها بقبضتك بكامل القبضه ديت. طب ايه اللي هيحصل بقى لو شد الحبل ومسكه وسط اطراف صوابعك؟ فهذا هتشد مستحيل طبعا. فبالنسبه لحاجه زي الاسترتش ببساطه خالص ان بالكاد تكون متلامسه، بالكاد الالياف دي بتكون الاي والاكتين والميوسين بالكاد يتلامسوا، وبالتالي حتى لو اكتشفوا كود موقع الارتباط مش هيرتبطوا بيها. فبالتالي بالكاد يتلامس الخطوط ويصل لمواقع الكروس بريدجز. طيب جميل، فهتوصل بأبسط كلامك إن خير الأمور الوسط، ولا بنزود قوي وكل ما زاد عن حده انقرض الدور. تقدر تزود في قوة الآليات لغاية ما توصل للبيك المعينة، فوق كده هتقدر تضر نفسك، تضر نفسك إزاي؟ الآخر نفسها هتبدأ تتمزق. قوة الانقباض نفسها هتأثر في الفسيولوجيا بتاع الألياف وهتبدأ تتمزق من نفسها. ده كان بالنسبة لحاجة اسمها البري لود. نبدأ بقى ننتقل حاجة جديدة اسمها الأفتر لود. في زي برضه الموضوع ده زي ما سمعت لي ديت، قول لي يعني ايه الافتر لود اصلا في البدايه؟ اذا كانت البرود هي الحموله الابتدائيه جوه الفنتركل، هل الافتر لود هي حموله او بعد الحموله؟ يعني ايه موضوع الافتر لود ده؟ اقول لك والله مصطلح دي بقى مش دي ممكن تبقى تواجه صعوبه فيها لان الترجمه حرفيا مش هتفيدك قوي. يقصد ايه بالافتر لود ديت؟ قال لك والله الافتر لود ديت هي القوه اللي بيقابلها بعد الحموله، يعني بعد ما عمل برود وعمل الحموله الابتدائيه جوه الفنتركل الرسمه اللي احنا رسمها ديت، هو عمل حموله ابتدائيه جوه الفنتركل. قال لك والله اثناء ما انت جبت عربيه نقليات وحملتها بالبضاعه، حملتها بضاعه انت محتاج اللي هي في حالتنا بلط خاص وخاص ومستعد للنقل. قال لك والله بيقابل حاجه ثانيه، حموله بعد كده. يعني ايه حموله؟ الحموله دي مش حموله بضاعه، امال حموله ايه؟ قال لك والله دي مشاكل بيقابلها او قوه معينه محتاجه القلب يبذل فيها طاقته علشان يواجه المشاكل دي او الصعوبات دي. في حالة دي ممكن نتخيل مع بعض ايه ممكن المشاكل اللي القلب بتاعنا بيقابلها علشان الدم ده الى كل اجزاء جسمنا. هي عربيه طلعت محتاجه توصل لكل اجزاء جسمنا، على ان اجزاء جسمنا الطريق بتاعها سالك عادي والقلب طريق سالك عادي. ايه مشكلتنا فيها؟ انا والله مشكلتنا في البتاع ده اسمه ايه ده؟ اسمه الاورطه. في الاورطه ايه اللي بيحصل في الاورطه؟ تخيلوا شباب الاورطه ده زي شارع اللي بيجي العربيه دي المفروض تمر على الشوارع دي. الشارع ده لو كان شارع سالك عادي وشقوف وكان سليم هيوصل بسهوله. طب لو كان الشارع بتعرج ايه اللي هيحصل؟ ساعتها هتواجه صعوبه وبالتالي ده هيؤدي الى نفسه العضله المفروض تقف كلها والاداء كله بيروح لدفع الدم. طب لما تديله مشكله ده جزء من الاداء، ده جزء من الاداء هياخد من تفكيره وهياخد من طاقته، وبالتالي هو مشاكل بيحلها ولا هيلاقيها من دفع الدم. فبالتالي يؤدي الى ان قوه الدفع لما تضغط له مشاكل ديت الدفع بتاع الدم ده هيقل، الدفع بتاع الدم هيقل. فبالتالي عايزين نشوف حاجه مثلا تعريف الافتر لود ده، لو عايزين نوصل نشوف مثلا تعريف الافتر لود ده او نكتب الكلام اللي قلناه على السبوره. يطلع ايه الافتر لود ده؟ والله الافتر لود ده لو عايز نشوف تعريف لك والله المقاومه بيواجهها بعد بدء الحمولة والانقباض. الأفكار هي المقاومة اللي بيواجهها بعد بدء الحمولة والانقباض. طيب إيه أوجه المقاومة اللي ممكن الأورطة يتعرض بيها؟ أظن احنا قلناها حتى في المرحلة لو عايز أفكر مثلا أدوكم أنت على السريع عن اللي أنا بتكلم فيه ده. المرحلة اللي كنا بنتكلم عليها اللي هي ايزو بوليومتريك ريلاكسيشن. اتفقنا الايزو بوليومتريك ريلاكسيشن بيتم فيها ايه؟ الايزو بوليومتريك ريلاكسيشن عكس الحاله اللي المفروض ان ضربات القلب المفروض ان القلب فيها بيكون ثابت، حجم الدم ثابت، مش عشان الصمامات كلها مقفوله زي المرحله اللي قبلها، لا ده عشان كان حاجه ثانيه اللي ثابته، ده كان في فرق ضغوط ثابت. اتفقنا ان كان في فرق ضغوط الاورطه بضغط معين والفنتركل بضغط معين، فرق ضغوط ثابت ده بيعمل لي سقوط مؤقت او توقف مؤقت للدم. طيب تخيل معايا سيناريو تاني بقى ان الاورطه ده ما كانش فرق الضغط قليل او ما كانش فرق الضغط اللي موجود فيه قليل، امال كان عمل لي ايه؟ قال لك والله لا، تخيل ان الاورطه ده
الضغط اللي فيه كان زاد جدا، زاد. هل الضغط الزياده ده وطبعا الفنتريكل الضغط بتاعه مثلا ده مثلا 100 وده كان 82، هل في اي طريقه من الطرق الدم بينتقل فيها من 82 للاورطه؟ قال لك لا، مستحيل. لازم الفنتركل يبذل شغل، يبذل شغل ويزود قوه الضغط بتاعته، ويزود القدره نفسها اللي هي بتنقبض عشان تزود لي قوه الضغط بتاعته ديت. قوه الضغط ديت تبدا تعمل ايه؟ قوه الضغط تبدا تزق لي الدم ده الى اجزاء الاورطه او الى الشريان الاورطي ده. زود لي الافتر لود بتاع القلب. فانت كده واجهت صعوبه في فتح الصمام، واجهت صعوبه في فتح الباب اللي بيوصل للاورطه. فجزء من الطاقه ده قوه القلب كلها بتروح على ضغط الدم. جزء من الطاقه ده هيروح في فتح الصمام، فتح الباب، وهيتشغل، وبالتالي هيحصل ارتفاع حجم الدم. بدل ما كان بيدفع كحة لتر كان بيدفع 70 ويبقى 50، يعمل لي ايه؟ ده ممكن يقلل في الدفع ده، يطلع بدل ما بيدفع 70 يدفع 40، يدفع 30 بس، لانه الطاقه راحت كلها، طاقه الفنتركل الانقباضيه كلها راحت في انه يشيل الضغط. ويتبقى وبالتالي ده يبقى لي كام؟ ده يؤدي للانسستوليك فوليوم او حجم الدم المتبقي بعد الانقباض بدل ما كان 50 يوصل لكام؟ ده ممكن يوصل ل 98. طب وده بيعمل ايه؟ ببساطه خالص نرجع للقانون تاني، وعايز تقول لي بيعمل ايه؟ نرجع للقانون. طب كارنيك اوتبوت بتساوي الانسستوليك فوليوم ناقص الانسستوليك فوليوم. انت قلت لي ان انت هتشوف ايه اللي هيحصل فيه، ايه التغيير اللي هيحصل فيه. بالنسبه لحاجه اسمها انت دايستوليك فوليوم، حجم الدم الامبيريك في الحاله ديت، والله حجم الدم الامبيريك كان ثابت. يعني اقول ايه؟ حجم الدم الابتدائي ما شربناش ميه ولا زودنا في الفينوس ريتيرن، اذا حجم الدم الابتدائي كان 130 مللي لتر. ومعنى لعبنا في او غيرنا في ايه؟ ده في حاجه اسمها انسستوليك فوليوم او حجم الدم المتبقي بعد الانقباض. ايه الهم فيه؟ والله 130 مللي لتر البلد ده طلعنا هنا كام؟ طلعنا من دول مثلا احنا طلعين منهم المفروض يطلع منهم قلنا في المثال اللي فات لما الكميه اللي طلعت ديت وزادت الكميه الموجوده، فبالتالي احنا زودنا في الكميه الموجوده، زودنا في الهيستوريك فوليوم، وبالتالي عملنا ايه في الكاردياك اوتبوت؟ لو حد بيفهم في الرياضه بيبقى في تقليل الكاردياك اوتبوت او تقليل اداء القلب وزياده الحمل عليه. ومن هنا يا شباب استخرجوا او المعادله اللي بنستخدمها عشان نشوف ايه ممكن نستخدمها عشان نبدا نشوف اداء القلب. يبقى حاجه تديك مثلا سريعه وفكره مثلا صحيحه عن اداء القلب لحظه بلحظه، اللي هي يا شباب اللي هو من خلال استنتجوا حاجه اسمها ايجكشن فراكشن. ايه هو الايجكشن فراكشن يا شباب؟ هنكتبه من الاول ونحاول نستخرج مع بعض هو ايه؟ والله الايجكشن فراكشن ده هو عباره عن حاجه اسمها قال لك هو عباره عن حاجه اسمها نسبه، هي نسبه، فبالتالي في 100% نسبه بين من ايه؟ من السيستوليك فوليوم حجم الدم السيستولي على الاند دايستوليك فوليوم. نبدا بقى نشوف مع بعض ايه الايجكشن فراكشن ده. قال لك والله ده الايجكشن فراكشن هو النسبه بين حجم الدم الذي تم ضخه، حجم الدم الذي تم ضخه 130 اجمالي الذي تم ضخه من الاورطه الى حجم الدم الكلي. يعني انا كنت بادئ سعه بنزينه هي او قررت يعمل كايه؟ يعمل كمضخه وظيفتها الاساسيه تطرد الدم، يعني ده ببساطه خلاص تطرد الدم. طيب بدانا وظيفه تطرد الدم، مش هنا مثلا 100 مللي لتر دم وانت مثلا او ضخيت منهم 10، مش انا ممكن اقدر استنتج مع بعض الاداء بتاع المضخه ده كويس ولا وحش؟ اقدر احاول مع بعض المضخه دي شغاله ولا مش شغاله؟ اعمل ايه؟ ده اجيب النسبه اللي تم ضخها ال 10 على النسبه الكليه اللي هي 100 تديني الاداء بتاع المضخه كام؟ تديني الاداء بتاع المضخه في المية. عرفنا ان الاداء بتاع المضخه بس 10%. هذا رقم كويس، بالتاكيد رقم مش كويس، لا لكن النورمال بتاع الايجكشن فراكشن الشخص الطبيعي مثلا هتلاقيه في الحدود هو 60، هو مكتوب يا شباب كده من 50 ل 60، بس النهارده يبقى مهم يبقى 60 في المية. 60% ده بيمثل ايه؟ بيمثل انك لو دخلت لو 100 مللي لتر بلاد هيطلع لك منهم كام؟ هيطلع لك منهم 60 وبيسيب 40% بيكون كاستوليك. ده كده الشخص الطبيعي. لو النسبه كانت اقل من كده ده معناه ايه؟ والله لو النسبه انها اقل كده من كده معناه ان في مشكله، معناه ان القلب بتاعك المضخه بتاعتك مش شغاله، المضخه بتاعتك ضعيفه. غير 10 بس من كل ما طلعتش غير 10 بس من كل 100 لتر 100 مللي لتر دخلته ليها. طيب ده كان بالنسبه يا شباب للافتر لود. نبدا بس نكتب الكلام اللي احنا قلناه ده. اتفقنا هو ايه الافتر لود ده يا شباب؟ قال لك والله الافتر لود ده هو ايه؟ هو المقاومه اللي الدم بيواجهها بعد ضربه القنبله. بعد
زي زياده الافتر لود. زياده الافتر لود ده بتعمل لي ايه؟ قال لك والله زياده الافتر لود ديت اي زياده القوه، زياده القوه اللي القلب بيستهلكها او بتضيع من القلب علشان يفتح بس الصمام، ده بيقلل لي ايه؟ بيقلل لي حاجه اسمها الايستروك فوليوم، بيقلل قوه الضغط الوحده، قوتها بتقل، وبالتالي كميه الدم اللي هيبقى لي اللي هيخليه موجود في الفنتريكل، وبالتالي هيزود لي حاجه اسمها انترسيستوليك فوليوم، وبالتالي يؤدي الى نقص الكاردياك اوتبوت. وعرفنا برضه قانون مهم في الجزئيه دي اسمه الاكشن، اللي اسمه ايجكشن فراكشن. ايجكشن فراكشن، وعرفنا انه بيساوي الفوليوم ستروك فوليوم على ان دايستوليك فوليوم، وطبعا نسبه مئويه في 100%. ده سمعت الافتر لود. نشوف بس المراجعه على الاجزاء الثلاثه علشان ما ننساش حاجه. اتكلمنا عن التعريف بتاع الافتر لود، واتكلمنا عن القوه نفسها او المقاومه بيجي من الضغط الابهري او ضغط الاورطه بيبقى قوي، وبالتالي بيحتاج طاقه ثانيه طيب اتفقنا مثلا لو عايزين نحاول نستنتج مع بعض جزئيه برضه مهمه، مثال نقول لو عايزين نستنتج مع بعض بعض الاسباب، بعض الكوزز بتاعت زياده الافتر لود، بين قوسين افتر لود اللي هي بين قوسين ايه؟ زياده الاورطه ريزيستنس، اورطه ريزيستنس من الاسم بتاعها. ايه ممكن الجاب اللي يزود لي مقاومه الاورطه؟ ما ده بيمشي بشكل سليم عادي. ايه اللي ممكن يقلل لي ده؟ ولا والله ببساطه اعمل المثال بتاعك الطريق الفاضي، في طريق مثلا فاضي وسالك قدامك تمشي فيه، او طريق ثاني متعرج يعني ايه؟ يعني في حاجه بتقاوم العربيه، مقاومه يعني ايه؟ قال لك والله حاجه اسمها فاسكولار ريزيستنس. فاسكولار ريزيستنس. ايه الفاسكولار ريزيستنس ديت؟ او ده شرايين موجوده في جسمك، شرايين او اي شرايين موجوده في جسمك كقناه ضيقه، اي قناه بتمر جواها، اي قناه بيمر فيها سائل، بيمر فيها اي حاجه، اكيد في مقاومه، واقل حاجه مقاومه الاحتكاك مثلا، احتكاك الدم ده بالجدران ده بيبقى اقل شويه، بيعمل له مقاومه. سبب تاني ممكن موجود، اقول لك بقى زي ما اتفقنا الموضوع كله موضوع كان ايه؟ موضوع ضغوط. سبب تاني ممكن موجود انا بقول لك مثلا زي حاجه اسمها البريشر، زي البريشر في الضغط. فبالتالي الفنتركل بدل ما كان بيواجه بس، بدل ما كان جزء منه هنا هو جزء منه بس بيبقى جزء مثلا صغير بيبدا يفكر ان هو يعكس المقاومه اللي هنا علشان تدخل في الدم، لا ده ابتدى طاقه كبيره جدا، يبذل طاقه كبيره جدا علشان ايه؟ علشان مجرد يشيل المقاومه اللي موجوده هنا. لو عايزين تشبيه لكم تاني يا شباب، لو عشان شباب جهاز كمبيوتر مثلا يا شباب، جهاز الكمبيوتر ده المفروض يبقى ليه وظائف ثانيه، وظائف زي ايه؟ وظائف مثلا انك تفتح بيه برامج مثلا مهمه. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل مثلا تلاقي عندك مثلا فيروس ولا حاجه، الفيروس ده عامل ايه؟ الفيروس ده بيستهلك الاداء بتاع الجهاز كله، المعالج مثلا والرامات وكارت الشاشه. الفيروس او المشكله اللي في الجهاز ديت تستهلك الموارد بتاع الجهاز ديت، فما تقدرش تقوم بالوظيفه الاساسيه. لو جيت تشغل اي برنامج هيقف، ليه هيقف؟ لان الموارد بتاع الجهاز راحت في حل مشكله ثانيه، البريشر في الاورطه. حاله ثالثه موجوده، قال لك والله الصمام نفسه ممكن تبقى فيه مشكله، قال لك والله ممكن الاورطه في حاجه اسمها اورتيك ستينوزس. ايه اللي بيحصل في الاورتيك ستينوزس؟ دي شويه الاورطه ببساطه خلاص من قانون المقاومه ار بيساوي رو اللي على ايه؟ قللت مساحه لنهج الاورطه، ده بيؤدي برضه الى زياده نقص المساحه، يؤدي الى زياده المقاومه اورتيك ستينوزس. سبب ثاني برضه من الاسباب سبب غير الفاسكولار ريزيستنس والبريشر والاورتيك ستينوزس، دم، لزوجة الدم. لما يكون ميه مثلا ماشيه في بون، غير لما يكون حاجه مثلا سائل ثاني اتقل شويه، اتقل في اللزوجه مثلا سائل لازق، السائل اللازق ده يبدا يحتك بزياده وبالتالي يؤدي الى ابطاء او يعمل له مقاومه برضه. فالموضوع كله بيدور في الموضوع كله بيدور في زياده المقاومه بتاعت اللي هي الشريان الاورطي. يا شباب ببساطه الليميت الثاني من الريجوليشن بتاع الكاردياك اوتبوت. اول حاجه كانت البري لود، وده كان من حاجه اسمها الافتر لود. الحاجه دي بنستخدمها ايه؟ بنستخدمها سواء الزياده او النقص، بنبدا من خلالها نعدل في الكاردياك اوتبوت. الفرق بينها وبين الحاجه دي، الحاجه دي بقى بتفصل بشكل فسيولوجي بشكل طبيعي بدون ما ادخل مثلا سوائل خارجيه، بدون ما ادخل امراض، انما بتبقى بتميل انها تبقى باثولوجي ولا حاجه. ننتقل للعنصر الثاني وهو الكونتراكتيليتي. زي ما عودناكم في
سواء في كل خاصيه او سواء في كل عنصر من العناصر ديت، لازم ندور الاول التعريف او بيمثل ايه بالنسبه للمنظومه ديت. والله الكونتراكتيليتي هو بيمثل ايه؟ لو بيمثل حاجه اسمها القوه الكامنه في عضله القلب ذات نفسها، بغض النظر عن ايه؟ بغض النظر عن تاثير البريلود والافتر لود. يعني ايه يا شباب الموضوع ده؟ والله ببساطه اقول لك الكونتراكتيليتي هي قيمه مجرده بتمثل لك ايه؟ بتمثل القلب ذات نفسه. ما هو القلب ده او المضخه ديت نفسها بره عن الحمل اللي بتحطه جواها اللي هو البطه، او بره عن الطريق اللي عندها اللي مقاومتها دي او الماهيه بتاعتها بتفرق، سواء هي مضخه كويسه شغاله كويس ولا مضخه بايظه او مش شغاله. كونتراكتيليتي برضه كان كويس من شات جي بي تي، قال لك والله لو مثلا لو قال لك ان البريلود ده والحموله اللي بيمثل الشنطه اللي انت شايلها، والافتر لود بيمثل الطريق اللي انت ماشي عليه بيتحرك من منحدر مثلا ولا طريق ليك، فان الكونتراكتيليتي ده بتمثل الماهيه بتاعتك او رجليك. هل انت قادر تشيل الحمل ده اصلا ولا لا؟ شخص مثلا شايل، شخص مثلا بطل رفع اثقال وكمال اجسام، فبالتالي الكونتاكتيليتي عرفت انها بتمثل ايه؟ بتمثل الماهيه بتاعت القلب نفسه. والله لو الكونتاكتيليتي برضه بتتاثر بعوامل، هي بشكل عام الكونتاكتيليتي هي معدل ضربات القلب في الثانيه، يعني بتتاثر بشكل مباشر بخاصيه من خواص القلب، وكمان بتتاثر بشكل مباشر بدخول الكالسيوم بخاصيه لو بنراجع مع بعض اول حاجه اسمها كالسيوم انديوس كالسيوم ريليز. بتعتمد على حاجه اسمها سواء دايما مسار اسمه بتعتمد على حاجه اسمها نيرفس او بتعتمد على سبب، او لو بتعتمد على حاجه ثانيه اللي هي ايه؟ بتعتمد على حاجه ثانيه اللي هي الهيومورال فاكتور. هيومورال فاكتور. ايه الهيومورال فاكتور ده؟ والله الهيومورال فاكتور يقصد بيها ايه؟ يقصد بيها المواد من اساس الجسم ذات نفسه بتطلع على او بتاثر على الاوردة والشرايين ديت. زي ايه الهيومورال ديت؟ امثله والله لا يقصد بيها الهرمونات، ممكن الهرمونات ممكن زي مستقبلات او مواد بتتفرز زي المستقبلات الفاكتور. ايه تاثير الحاجات دي؟ والله زي ما اتفقنا النيرفس دي بينقسم الى حاجه اسمها سم بساوي وينقسم الى حاجه اسمها الباراسمبثاوي. انا كمان كده بدل كل رقم ايه تاثير الجهاز السمبثاوي على الكونتراكتيليتي؟ والله احنا عرفنا الجهاز السمبثاوي بيعمل عن طريق الهيموجلوبين بيرتبط زي عارفين طبعا العلاقات مش هقول يعني بيرتبط بمستقبلات سايكل كي ام بي بت اي تي بي، وبالتالي كنا عارفين في النهايه كله ان الجهاز السمبثاوي يؤدي الى زياده الكونتراكتيليتي. ممكن برضه اقول زياده الكالسيوم انسايد سيل. طب ده تاثيره ايه لما بيزود الكونتراكتيليتي؟ لا الكونتراكتيليتي بقى بدل ما كان بيرتبط واحده ثانيه ده بيرتبط اكتر من مره، بيرتبط اكتر من انقباضه في مره، فبالتالي بيزود لي الهارت ريت وعدد ضربات القلب بيزود لي الهارت ريت. طيب ايه تاثيره على الكاردياك اوتبوت؟ لا قد كده ركز، مش الكاردياك اوتبوت كان بيساوي الهارت ريت في القمه ديت، فبيزود الهارت ريت فبالتالي يؤدي الى زياده الكاردياك اوتبوت. عارف والله برضه غير ان هو يبدا يزيد، ما هو الحجم اللي موجود اللي هو الان دايستوليك فوليوم ده بيبدا يضخ منه كميه كبيره، وبالتالي قوه الضربه نفسها بتزيد. قال لك والله هو الكالسيوم ده اصلا هو السماز بيساوي هو بوزيتيف اينوتروب. ايه يبقى دي ايه معناها؟ ايه؟ دي معناها باور او معناها قوه، وبالتالي قوه الانقباض نفسها بتزيد، وبالتالي بيحصل قوه اللي بيمشي في النبضه الستروك الفوليوم بيزيد. اذا هو مش الستروك فوليوم مش كان عندها زي القيمه وقلت لهم قيمه ثابته، الستروك فوليوم مش كان معاك حاجه اسمها اللي بيتبقى من الانتلاستوليك وقلت لهم قيمه ثابته؟ قال لك فده معناه ان هيقل الى حاجه اسمها انت سيستوليك فوليوم او حجم الدم المتبقي بعد الانقباض هيبدا يقل، وبالتالي يؤدي برضه كان زي بالتالي يؤدي لنقص الكاردياك اوتبوت. بالنسبه للكالسيوم البراسيوم بيساوي نفس الموضوع ده، بس انا هكتشف كان بيشتغل عبر مستقبلات زي ايه؟ اسيتايل كولين. طبعا معروف الاسيتايل كولين بيشتغل ازاي؟ ده اللي كان بيشتغل على مسكرين ام 2 ريسبتور، وطبعا مش هنحتاجه في تاني، كفايه ان احنا قلناها كل خاصيه كان قلنا فيها الكلام ده. تأثيره إيه؟ تأثير الجهاز الباراسمبثاوي على الهارت ريت. والله الباراسمبثاوي بيبطئ الفيجاس، كان بيقلل الهارت ريت، وبالتالي يساوي تقليل الكاردياك اوتبوت، تأثيره وبالتالي نيجاتيف اينوتروب. إذا نيجاتيف اينوتروب ده قوة الضرب نفسها قلت، قوة الضرب قلت، يعني عايزين نتخيل الشكل بتاعها اللي بيحصل،
الدم هو متواجد، القوه نفسها قلت اللي موجوده، فبالتالي كميه الدم اللي هيتبقى ما طلعش هيزود لي الاند سيستوليك فوليوم، اند سيستوليك فوليوم. ومش هنعيد الكلام ده لان الكلام ده كتير، لان نخش على الكلام اللي ما يزيدش. ايه موضوع الهرمون فاكتور ده معناه ايه؟ والله بص الهرمون فاكتور ده مجموعه مواد زي ايه؟ فتكون ماده مثلا موجوده اسمها الريانين، ده من ضمن المواد اللي موجوده في جسمك وبتاثر. ماده تانيه موجوده اسمها زنسين، ماده اسمها اندوسيلين. ايه موضوع المواد ديت؟ والله المواد ممكن تتاثر لي برضه في الكاريك اوتبوت ازاي؟ ادرينالين ده نفس الجهاز المساوي. طب الزنسين ده لو بتاثيره في ايه؟ ده في ما سمعناش عنها في الجهاز المساوي. امال ايه الماده ديت؟ لا ولا ماده نفس ماده الكافيين اللي موجوده في القهوه. فالقهوه معروف انها بتعمل ضربات القلب، بتعمل ايه في المعدل ضربات القلب وضغط الدم اللي بتزوده. فالزنسين ديت لا هو برضه بتزود حاجه اسمها الهارت ريت، وبتزود لي حاجه اسمها الكاردياك اوتبوت. ماده ثانيه زي الاندوسيلين، قال لك والله الاندوسيلين ديت بتلاقوها موجوده فين؟ بتلاقوها موجوده لو عندك مثلا شريان، لو عندك مثلا ضغط الاول. قال لك والله ده في ماده اسمها الاندوسيلين. الماده دي اسمها ايه؟ قال لك والله دي اقوى، لقوا ان هي دي اقوى ماده او اكبر ماده تعرف تعمل لك انقباض في الجسم بتاعك. لما تروح تتصل بالاوعيه الدمويه مش مجرد انها بتخليها تدرك شويه سنه صغيره زي الكاس المساوي، لا دي بتخليها تنقبض انقباض قوي، بتخلي حاجه اسمها سيفير مش دي بتعمل حاجه اسمها سيفير فازو كونستريكشن. قللنا حجم الاوعيه الدمويه وبالتالي قللنا مساحه المقطع، وبالتالي بيحصل المقاومه، بتزود المقاومه يعني بتاثر ايه في الافتر، بتعمل ايه في الافتر لود، ده بتزود لي الافتر لود، وبالتالي بتعمل ايه في الكاردياك اوتبوت، بتقلل الكاردياك اوتبوت. كده الدرس خلص وبزياده كمان، وشرح باقصى استفاده ممكنه، وتقريبا ما سبناش اي تفصيل ما شاء الله علشان حتى بعد مش موجود في الكليه، علشان حتى بعد الكليه ممكن تعتبروها مرجع لكم. ان شاء الله تكون بتفيدكم ولا حاجه. انا بس عايز اختم المحتوى ده والكليه موجود ده بسؤال او بسيناريو موجود اهوت. حاله مثلا انت قاعد في الاستقبال اهوت، او قاعد في المستشفى ومفيش دكتور غيرك، حاله جايه في المستشفى اهوت طوارئ، واهله مثلا مسمينك كلهم حواليك اهوت، وانت واقف وعرضوا لك التحاليل دول ولا تتصرف حاله اهوت. طب كمان شويه، طب قعدوه قال لك لا تتصرف حاله دلوقتي، هتعمل ايه؟ والله شفت انا حاطط نفسي مكانك اهوت، شفت الرقم، لقيت البلاد بريشر بتاعه قليل، ضغط الدم بتاعه منخفض جدا، ضغط الدم او معدل مرور الدم اللي في الاورطه قليل جدا، يعني مفيش بلاد بيطلع من الفنتيكل الاورطه، مفيش بلاد بيطلع. قال لك حاجه، فزي ما قلنا اهو الحاجه الثانيه، قال لك برضه الدكتور شوف انت توقعناها زي بدل سيري كاردياك اوتبوت، توقعنا ان الكاردياك اوتبوت قليل 3 لتر في الدقيقه، المفروض الطبيعي 5 لتر في الدقيقه. حاجه اسمها هاي بي سي دبليو. ايه ده يا شباب؟ لو هيبقوا كاتبين جنبها العربي مثلا، قال لك والله ده هنقرا حاجه اسمها الضغط الرئوي. هو ضغط الرئوي بيديك على حجم السوائل اللي موجوده في الرئه، حجم السوائل اللي موجوده في الجسم. نبدا عايزين نشوف مع بعض بنتعامل ازاي في حاجه زي ديت، او احنا دلوقتي قاعدين في المستشفى عايزين نشوف ايه الخطوات اللي بناخدها، او ايه الحاجات الاجراءات اللي بناخدها عشان نوصل لتشخيص معين. والله احنا عشان نوصل لتشخيص، هقول لكم حاجه دلوقتي شباب بالنسبه للكاردياك اوتبوت ديت، خلوها في دماغكم طول ما انتم شغالين في المجال ده ان شاء الله. بالنسبه للكاردياك اوتبوت الحاجات دي كلها مش بنبص لها بالقيمه الاهميه ذات نفسها، بنفس الاهميه اللي بنتابع بيها حاجه اسمها البريلود، افتر لود كونتراكتيفيتي. يعني لو انت